بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة وصفات اقتصادية من المطبخ. اليوم راني درت لكم عسل واجد في الدار بالماء والسكر باينه ساهل ماهل. قبل ما نبداو في المقادير ما تنساوش الاشتراك في قناة وصفات اقتصادية من المطبخ. اللي اول مرة تشوفي لا فيديو اشتركي معايا وما تبخلوناش بليجان والتعليقات. شوفي القوام اللي يجي ربي يبارك. صح لازم تتبعي المراحل والنصايح. انا العسل كنت صح نشريه بصح تعلمت وليت نخدمو. شوفي معايا هذا 2 كيسان تاع السكر 2 كيسان تاع الماء الكميه اللي خرجت لي. ونروحوا للمقادير. المقادير في هذا العسل واش عندي 2 كيسان تاع السكر العادي كريستاليزي و2 كيسان تاع الماء. نجيبو كسرونه كما نقولوا حنا نقولوا الطاوه نحطوا فيها الكيسان تاع السكر ومن بعد نديها نشعل النار نقصها. خلاص كنتو طلبتوه مني بزاف. شوفوا واش نديرو نقعدو نحركو غير بشويه بهذه الطريقه. شوف السكر نقعدو نحركو غير كيما هكا. انا درت كميه صغيره نتوما تحبوا ديروا كميه كبيره شغل ضعفوا المقادير. كل كاس سكر انا بكاس تاع الماء نقعدو يذوب غير بشويه حتى نذوب السكر كامل باه نكبو الماء. شوف غادي يذوب لي بشويه نقعد نحرك وصبري معاها. هذه هي المرحله الهامه تاع السكر باه ينجح لك. وصبري مع السكر ديري بهذه الطريقه حركي ما تخليهش يسواد لخاطر لا كان سواد راه يجيك مر وما يجيكش ناجح. ومن بعد كي تعسلي به غير يبات يبسلك والله يكون يقيسو الماء. حركي بهذه الطريقه يولي لك كراميل يذوب خلاص. من بعد نديرو الماء بهذه الطريقه. ها غادي نحركي. شوفي نورمالمون تحركي بملعقه خشبيه. انا تكسرت مازال ما شريتش نورمالمون عرف الحديد حركي بها عادي. الاناء قلت الحديد حركي بها عادي ينجح لك ما كان حتى مشكل. شوفي لازم تصبري معاه وتذوبيه على النار هادئه وقعدي حركي ما تخافيش. كي تتعبي ريح شوي وعاودي حركي وتولهي السكر كي ديري في الطاوه ديري معاه الماء. كي درتي معاه الماء يخسر. هانا بعد ما ذوبناه بسم الله نديرو الماء. شوفي تولهي من الماء هو يطبع لك. قلت لكم كاس تاع السكر 2 كيسان تاع الماء وخلي عليه تردي نقص النار خلي عليه يطيب في غرضه يحكم لك وقت وهو يطيب. فهمتي؟ ها هو راه كي دابولي هذوك. شوفوا هنا في المغرف انا نخليها باه يذوب. هذا ما تنساوش برك تبعوا المراحل راح ينجح لكم هذا العسل. وتولهو كي تكوني تكبي في الماء يطبع عليك. راه لا طبع عليك راه يحرقك. شوفي ولا حرقك ربي يستر وخلاص. هذا ما نقول لاختي. المهم خليوه حتى شوف هو مازال بركه خليوه حتى يعقد وصبري معاه. انا العسل عمري نشريه ديما نخدمه صح. من قبل كنت ما نعرفلوش ومن بعد رحت انا كي كنت نقرا في الجامعه لقيت البنات يخدموا فيه وليت تعلمت. قلت انا هاو سهل علاه نضل نشري فيه من برا. ونتاع البرا ثاني ما نشتيش هذيك الريحه اللي تجي فيه. خليه يطيب وكي يعقد راني نرجع لكم. هاو راه العسل هذا هو القوام اللي نحتاجو انا. نتوما كل وحده والقوام تاعها. شوف باش تعرفيه باللي راه ولا الكسل قادره ترفدي هكا مغرف تقعدي تشوفي فيها اسكو ثقال ولا لا ولا ترفدي وديري في الماء. شغل المغرف ديريها فيه يلاه يبرد. ها بهذه الطريقه يعني راه ثقال. دروكا نقدمو لكم في صحن التقديم. هاو العسل نتاعنا بعد موجود. شوفي الكميه اللي خرجت لي. شوفوا ربي يبارك كيفاش يجي. ها شوفي انا درت شغل القوام كل وحده والقوام اللي تحبوا. شوف كيفاش يجي اللون نتاعو يجي شفاف يجيش محروق هكذا. شوفوا معايا ما تنساوش برك الاشتراك في القناه وصفات اقتصاديه من المطبخ ليجان. ما تبخلوش علينا غير الماء والسكر. لازم تتبعي كل المراحل اللي زاستيس اللي عطيتهم لك باش ينجح لك هذا العسل. شوفي معايا الله يبارك. شوفي ها كيف اللون نتاعو خرج. القوام نتاعي اللي تحبين هذا هو القوام اللي نشتيه نديرو. والى وصفه جديده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.